السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصحابنا ورمضان كريم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنشرح ازاي تسحب فلوس من مكنة اي تي ام البنك الاهلي. ده البنك الاهلي لما تكون بتسحب من مكنة البنك الاهلي كده هتدخل الفيزا بتاعتنا، وبعد كده هتدخل الرقم السري بتاعك وتتك ادخال. هنا ظهر لك قدام عربي والانجليزي، طبعا احنا اختار اللغة العربية. هنا ظهرت قدامك قائمة السحب اللي هي 100 500 2000 50 300. انا هسحب 300. هنا بقول لك هل تريد ايصال، وانا تقول له نعم او لا. فانا مش عايز ايصال، هتتك لا. لو انت عايز ايصال هتتك نعم، حسب ايه راحتك انت. هنا انا اسف لعدم اتمام العملية برجاء المحاولة برجاء سحب الكارت. طب هنعيد الكارت تاني ان شاء الله ونحطه ونعرف ازاي احنا هنسحب فلوس. هنسحب ازاي؟ هنحط الكارت بتاعنا تاني ونتم العملية تاني ونشوف هنعمل ايه. كده نحط الكارت بتاعنا في المكنة الاي تي ام. نحط الكارت بتاعنا وبعد كده هيقول لك ادخل الرقم السري. هندخل الرقم السري بتاعنا وبعد كده هنخش على المكنة. يقول لك استمرار، هنتك على كلمة استمرار. هنتك عربي طبعا. هنا بقول لك سحب، هنتك على كلمة سحب ورصيد حساب وكشف ومختصر وعلوم. الحاجات دي ملناش دعوة بيها، احنا هنتك على سحب لان احنا عايزين نسحب فلوس. ظهر لك قدامك 100 و500 و2000 و50 و300 و1000 و3000. احنا طبعا لو انت حبيت تسحب حاجة من دي هتسحبها، ما حبيت تسحب رقم تاني بتتك على رقم اخر. هنا جاب لك الرصيد بتاعنا 206. هنا 206 جنيه. جاب لك الرصيد المتاح اللي هو على الشمال تحت ده. طبعا احنا مثلا طبعا انا مش عايز اسحب فلوس، انا بشرح لكم. هنا 350 جنيه هتتك مثلا 350 جنيه. فهو هيقول لي هل ترى في اقول له نعم. يقول لي المبلغ، هدخل المبلغ تاني اللي هو 350 جنيه. هنا بقول لك المبلغ صحيح، تك نعم.